إذا بدك تحمي ضيعتك، سلاحك الوحيد يا علي هو القلم. الدكتور طارق معه حق يا علي، لازم ندرس، لأنه المستقبل يلي جاي رح يكون للناس المتعلمين، مو للجاهلين والإرهابيين. إيه بس هدول كل واحد فينا بيقدر يحمل سلاح يا علي، وإذا واجهناهم هيك رح نصير مثلهم. بس بالعلم والمعرفة بنقدر نحاربهم ونتغلب عليهم كمان. عم تفهم علي يا علي ما هيك؟ مشان هيك لازم تدرس منيح. بوعدك حبيبتي إني أدرس. برافو حبيبي عليك. أنت. يلا كول. صحيح؟ شو مشان المدرسة؟ بكرة رح نفتحها إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. ديالا، ليش قاعدة هون لحالك يا بنتي؟ عمر نام جدي؟ ايه يا بنتي، غفي من شوي وهو عم يقرا بكتاب القراءة. اجت خالة سناء. تفضلي، اهلا وسهلا خالتي. لا معلش ما بدي فوت يا بنتي. خير خالتي، في شي؟ أنا عم دور على الدكتور طارق، رحت على المستوصف ما لقيته هنيك، وببيته كمان ما لقيته. بقى قلت بركي بلاقي عندكم. أنا بعرف إنه هو وأمه هلأ قاعدين ببيت رشاد آغا. ليش شو في؟ بس ما تكوني مرضانة. لا ما في شي، وما بدي فوت بيت رشاد. طيب وأنت شو بدك بالدكتور بهالوقت يا سناء؟ لا شيخنا ما بدي منه شي، بس في موضوع ضروري بدي أحكيه مع أمه هلأ. أنا بفرش عنك، عذبناكن معنا. ولو يا ست رابعة، انتوا هلأ ضيوفنا. يلا عن إذنكم تصبحوا على خير. وانتي بخير. طارق يا عمري، خلينا نضب أغراضنا وبكرة الصبح نسافر بكير. خلينا نروح من هالضيعة بقى. على الأكل ما بتقعد معهم ولا حتى بتحكي معهم كلمة. هذا اللي عم تعمله ما بيليق فينا. لك هدول ضيوفنا ولازم نحطهم على راسنا. إيه بس هالدكتور ماله ضيفي. بس هذا اللي عم تحكي عنه أنقذ علي وزينب وأنقذ حياتي إلي يا أخي. وشو أعمل إذا ساعدك أنت وولادك؟ أنا حسابي معه لحالي. اسكت أخي اسكت، مشان الله شو هالحكي؟ معقول اللي عم تقوله؟ خلصنا بقى، استغفر الله العظيم. أهلين ديالا، تفضلي. بس ما أكون زعجتكم. شو هالحكي؟ تفضلي بنتي. تفضلي ديالا، أهلا وسهلا. تفضلي قعدي. لا معلش ما بقدر أقعد، شكرا كتير. بقدر شوف الست رابعة إذا بتريدي؟ ايه طبعا، تفضلي معي. فوتي بنتي فوتي. والله البيت صاير مثل القهوة، للي رايح وللي جاي. خلصنا بقى. لا تواخذونا، أكيد ما نمتوا ما هيك؟ لا لسه. شوفي ديالا، في شي مريض؟ لا ما في حدا مرضان، بس أنا كنت بدي أشوف أمك شوي. آسفة زعجتك، بس الخالة سناء برا وبدها تشوفك ضروري. هلأ بدها ياني؟ طيب بروح لعندها الصبح. لا أكيد في شي مهم. إذا بدك أنا بروح بشوفها. لا استنى شوي، لو كانت بدها إياك كانت نادت لك. خلص رايحة أشوفها. تصبح على خير. وأنت من أهله. تصبحوا على خير. شكرا يا بنتي. مو قلتي لي رح يجي معك؟ بس أنا لسه ما حكيت معه. طيب وإمتى ناوية تحكي له يا رابعة خانم؟ مالك شايفة شلون حالتي؟ لو لساتني ما بعرف وينه ما كان احترق قلبي هيك، بس هلأ صارت صعبة علي كتير. يكون بعلمك أنا ما بقى فيي أتحمل. عم شوف ابني قدامي وما عم أقدر أحضنه. شايفة شو صعبة؟ بس بدي أسمع منه كلمة يا أمي، وبدي أقول له يا ابني. حاسة فيي يا رابعة خانم، صدقيني ما عاد أتحمل.
يعني انت شايفة سهلة علي انه اقول له واحكي معه؟ ما فكرت شو بده يصير فيه لما بده يعرف اني ماني امه؟ بس طارق بيكون ابني أنا يا رابعة خالو. ايه، هو ابنك وانا بعرف هالشي، بس يا ريت تفكري فيني شوي. كل هالسنين وانا عم ربيه وكبره ودرسه، وكل هالوقت كان يقول لي يا امي. واذا انتي بدك ترجعي ابنك هلا بتكوني حرمتيني من ابني طول العمر، وبركي اذا عرف الحقيقه نقم علي وصار يكرهني، واذا عرف هالشي عني رح ينتقم مني ويتركني لحالي. مزبوط كلامك، انت معك حق. طالما هيك ما في عنا حل تاني. لازم نتفق انا وياكي هلا، لانه لا انت بدك تضيعي ابنك ولا انا بدي ضيع ابني. عادي انت وياه واحكي له، واكيد هو رح يتفهمك، لانه شاب متعلم وفهمان، مو هيك يا رابعه؟ طيب رح احكي معه، بس يا ريت لو تمهليني لبكره. ماما شو بدها الست سناء؟ ولا شي يا ابني، ما بدها شي. يلا امشي نفوت لجوا. يلا حبيبي امشي. صباح الخير شيخنا. خير، في شي دكتور؟ لا ما في شي، بس حاسس انه نفسي ضايق شوي. بعد شوي بيجوا أهل الضيعة ومنصلي صلاة الصبح جماعة وبعدها بترتاح. بالجبل التقيت صدفة براعي، اسمه محمد. كان أول شخص بلتقي فيه وأنا جاي لهون. هالزلمة مسكين لأنه انضم للإرهابيين، وكان بيتخانق معهم دايما لأنه بده يصلي، وبالأخير مات مشان ما يترك صلاته. صدقني كل ما بتذكره يا شيخنا بخجل من حالي كتير، لأنه بالأول كنت صلي دائما، بس هلأ فيك ترجع تصلي يا ابني وتبدأ صفحة جديدة. رب العالمين بيقبل التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
يا الله تقبل الله. تقبل الله يا رب. تقبل الله. تقبل الله. استغفر الله. لا اله الا هو. انك انت حيوان. ما تترك حراستك حيوان. العب من وشي. الله يخليك. وانا كمان جيت على المدرسة. الله بابا قال يرضى لي روح عليك. ادرس لانه احنا ما قدرنا نتعلم. ايه مزبوط وانا يا ابني. الوحيدة اللي رح ادرس بالبيت. وانا كمان. الله يرضى عليكم يا اولاد وبرافو عليكم برافو عليكم، وان شاء الله كلياتكم راح تدرسوا وتصيروا اساتذه. ان شاء الله. ان شاء الله شيخ. ان شاء الله شيخ. ان شاء الله. شو يا شيخنا كل هالولاد جايين معك؟ والله هن جايين لحالهم، اصلا كل اهالي الضيعه رح يدرسوا اولادهم عندك. كم واحد ما قبلوا لانه خايفين شوي، بس لا تخافي عن قريب رح يبعثوا كل اولادهم. يلا يا اولاد فوتوا على المدرسة. يلا روحوا حبيباتي، يلا فوتوا على المدرسه. يلا يلا. الله يخلي لنا اياك يا شيخنا. الله يطول بعمرك وشكرا كثير لانك ساعدتني. الله يرضى عليك يا بنتي، بفضلك رجعت المدرسه فتحت بضيعتنا من اول وجديد. يلا بخاطرك. شكرا كثير. معلش يا أولاد هلأ ما في دفاتر تكفيكن، كل اثنين بيكتبوا بدفتر واحد. حاضر أنسة، أنا وياك بدفتر واحد. صح أنسة. صحتين. صح أنسة. صحتين. طيب وهلأ يا أولاد بدي بلش أنا وياكم بالدرس الأول، ماشي؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. مبروك يا زينب. شكرا. جبت لك هدول الدفاتر. كثير منيح لأنه إجوا بوقتهم. شكرا كثير لك. ولا يهمك، وإذا بدكم كمان بوصي لك من العاصمة. يسلموا. ايه يا حلوين، كيفكن؟ الحمد لله مناح يا دكتور. طيب أنا رح بلش بالدرس. يلا موفقين يا أولاد. شكرا. مرحبا أنسة. أهلين وسهلين. شو اسمك حبيبتي؟ سهر. أنا بنت سيدة يا أنسة. يا عمري أنتي. سهر؟ شو صار للبنت؟ طارق شو رح صار أخذها لها؟ على المستوصف. أنا هلأ برجع يا أولاد، استنوني شوي. ميسون خبري أهلها لسهر بسرعة. دكتور طمني، شو معها بنتي؟ كانت بنتك مريضة من قبل؟ لا، ما كانت مرضانة، بس كل فترة وفترة كانت تضغطين. طيب أخذتها على شي مشفى؟ لا. شو هالحكي هاد يا سيدو؟ وليش ما أخذتها على المستشفى؟ طيب بلكي كان معها شي مرض خطير. المستشفى بعيدة كتير، وبعدين بيقولوا بتكلف كتير. طيب اسمعني، استنى شوي برا. شو معها؟ لهلأ مو مبين معي شي، بس بنيتها كتير ضعيفة وممكن يكون معها فقر دم. أول شي لازم نحلل لها دمها. ديالا، برأيي ناخدها على المدينة، مو هيك أحسن دكتور؟ أي طبعا، بس بالأول لازم نعرف شو معها البنت. فيكي ترجعي على المدرسة زينب. الحق معها، خلص فيك تروحي، هلأ بتتأخري على الأولاد. أنا ببقى أطمنك عليها. طيب. بدي أروح على المدرسة. استنوني، بدي أروح على المدرسة. استنوني، أنا بدي أروح على المدرسة. إن شاء الله ما يكون معها شي مرض خطير.
استلمتي المصاري؟ ايه كثير منيح، لكن ادفعيهم للمستشفى. ايه ممتاز هيك. ايه وامتى رح يعملوا العملية؟ بكرة الصبح. طيب ماشي، خلص بقى لا تبكي، شدي حيلك شوي. يلا هلا انت روحي لعند الولد، بلا ما يضل حاله كل هالوقت. لا تاكلي هم، ما عليكي، ان شاء الله بعد العملية بيرجع مثل الاول ورح يتحسن. ايه فهمت عليكي. يلا مع السلامة. الله يعافي لي اياك يا ابني. شو انت عم تلاحقيني يا سناء خانم؟ اجيت لقلك اني عم استنى. مو اتفقنا تعطيني وقت لبكره؟ يعني رح تقلي له ما هيك؟ ايه خلص انا وعدتك. اخ يا ابني، يا فرحة عمري انت، ما رح تموت ما هيك. اشتقت لك كثير يا عمري انت. يا رب تعافي. بابا 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 وينك انت؟ بابا بابا قلي شو عم تعمل هون؟ ولا شيء. شو في بهداك الصندوق بابا؟ انت شو دخلك؟ شو دخلك انت؟ يلا وليه اطلعي لبرا، امشي قدامي، يلا طلعي. طيب كرمال الله اللي شو في خرسي احسن بهالصندوق؟ ما الشك كف 100 مرة قلت لك لا تتدخلي بشي ما بخصك. يلا امشي ولك لعما ضربك شو حشرية. ايه شو اعمل انا هيك؟ مو بيقولوا فرخ البط عوام؟ ولك بلا لاعي، روحي حطي لنا لقمتين. بابا تعرف انه الانسه فتحت المدرسه؟ ايه عرفت انه فتحتها. بالله عن جد؟ طيب عرفت كمان انه اجوا لعندك كل اولاد الضيعه ويمكن تعبى الصف كمان؟ اصلا ما ضل غيرك، اذا بدك روحي انت كمان. شو صدقتي حالك ولا روحي حطي اكل يلا بسرعه. شو هالحشريه؟ الدكتور والانسه زينب حيوجعوا لنا راسنا. كيفك يا سهر؟ منيحة دكتور، فيني روح على المدرسة؟ لا تستعجلي، استني شوي. جبت لك يلي وصيتني عليه دكتور. يسلموا ايديك يا رجب. إذا بدك أي شيء تاني قل لي قبل ما أنزل على العاصمة. طيب شكرا كتير. يلا عن إذنك. مع السلامة. شو؟ تحسنت الأمورة الحلوة؟ ايه أنا طبت، صار فيني روح على المدرسة؟ لا حبيبتي، ما فيك تروحي هلأ. هي إلك. شو هاي؟ موزة دوقيها طيبة كتير. منقشرها هيك وبتصير جاهزة للأكل. ديالا، ايه خدي سهر على البيت، احكي مع أمها خليها تهتم بأكلها وقلي لها تغذيها منيح. ايه دكتور حاضر. يلا حبيبتي سهر، روحي هلا على البيت وارتاحي منيحة. أنا رح ساوي لك تحليلك ماشي؟ مشان نعرف شو معك. يلا يلا تعي. أوبا. خدي لها هدول. طيب امتى بدي روح على المدرسة يا دكتور طارق؟ ارتاحي يومين وبعدين بتروحي. يا رب بنتي. لازم ناخدها على بيت أهلها. وشو طلع معها؟ الدكتور رح يعمل لها تحليل دم وبس يخلص بنعرف شو في معها.
بابا هذا موز. صحتين وهنا يا بنتي، كلن إلك. تعالي. طارق جوا مو هيك؟ ايه جوا، تفضلي. شكرا. تعي يا عمري. تعي حبيبتي، هلا بجيب لك أكلات طيبة. طارق؟ ايه شلونك؟ منيح أمي منيح. اجيت لأحكي معك بموضوع كتير ضروري. بعرف، أكيد بدك نسافر. شوف يا ابني، هاي الضيعة هاي الضيعة ما بتناسبني، حفظتها الجملة. وأبي كمان كان معند ياخذني من هون، وهلأ أنت ليش مو عجبتكم الضيعة؟ ما عم بفهم. هيك يعني هون ما في شي. يعني معقولة عجبتك العيشة هون يا ابني؟ طيب انت ليش درست؟ يعني تعبت كل هالسنين مشان تشتغل بهيك مستوصف يا ابني؟ حبيبي طارق، انت ابني الوحيد، وانت لازم تشتغل بأحسن وأرقى المستشفيات بالعاصمة. إذا كل دكتور بده يفكر هيك، لكان مين بده يعالج المرضى اللي بالضيعة؟ يصطفلوا يدبروا حالهم. هاد مستقبلك انت ولازم تفكر فيه. ماما، أنت بتعرفي إنه مستقبلي كان منتهي، وهي الضيعة هي اللي رجعت لي الأمل. كيف بدك ياني اتركها هلأ بهالسهولة وامشي؟ أصلاً أنا مرتاح ومبسوط كتير بالعيشة بهالضيعة، وما بدي اتركها. ايه كتير منيح. ماشي، طالما انت مو رايح انا كمان مالي رايحة. منيح، منضل أنا وياكي هون. ألف باء تاء. برافو، نرجع منعيدهم. ألف باء تاء. ألف باء تاء. برافو عليكم. طيب مين بيحب يعيدهم معي؟ طيب عيدوا معي. كنت عم بسمعك. انت عم تكذبي علي، ليش ما حكيتي له الحقيقة؟ انت بدك تاخدي ابني وتهربي من الضيعة. اسمعيني سناء، بعدين من وشي انا بدي احكي كل شيء لطارق هلا. بعدين من وشي، مو باين انه بدك تحكي له انت يا رابعة خانم. بعدين رجاكي لا تحكي له. عم قل لك بعدين من وشي. يلا رجاكي لا. سناء لا. ست رابعة، لك شو صار لك؟ ست رابعة. ماما شو صار لك؟ ماما شبكي؟ احكي لي شبكي. أنا كتير تعبانة يا طارق. طيب شو صار معها؟ ما بعرف يا ابني، ما بعرف شو صار لها. ابني ماما شبكي، قولي لي شو عم يجعك؟ ماما ماما يا طارق ابني. ماما منيحة، أنا منيحة يا ابني، هلأ صرت أحسن. روح أنت شوف شغلك، يلا فوت لجوا وخلص شغلك. عامل لك تحسنت. مو معقول هذا الحكي اللي عم يصير يا، ما بصير هيك. إذا أبوها مو قدران عليها بدنا نلاقي لها حل. لا زودتها هي، عن جد زودتها. لك شو بك؟ لك مالك أنت؟ شو بدك؟ لك شو بدك مني؟ لك شو بدك؟ لك مالك أنت؟ شو بدك مني؟ شو صار لك ولا؟ ايه منيح اللي شفتك هلا. في شي بدي اقول لك اياه. أنا بالأول بدي أسألك، الدكتور سافر شي من الضيعة؟ لا، لساته هون ما سافر. منيح، كتير منيح. استنى شوي، لوين رايح؟ لسه ما حكينا. يكون بعلمكم انه المدرسة انفتحت. ايه، واذا ما بتقدروا تحلوا هالمشكلة رح تنتشر بالضيعة الثانية، وقت لما تطلبوا مني رجال هي انا نبهتكم. طيب يا أولاد، أنا هلأ كتبت لكم كلمات على اللوح. بالأول هجوهم وبعدين اكتبوهم عنكم. الموز. الموز. كرز. كرز. شو مين فتح الباب؟
خير شو في عمي؟ مو خير ابدا. انت كيف بتجيبي بناتي لهون بدون موافقتي؟ عمي هدول مثل اخواتي وما فيها شي، عم يدرسوا ويتعلموا معي. شوفي زينب، من اليوم ورايح ما بتتصرف في اي شيء مع بناتي من دون موافقتي. خلي هالشي ببالك، هن قاعدين عم يتسلوا ويلعبوا معك وتاركين الشغل بالارض. يلا قوموا لشوف انت وياها. يلا هاتي امشي، يلا لشوف، امشوا يلا. لك حاجة تبكي وليه؟ تعالي هون، بعرف انه كنتي عم تمثلي. حطي ببالك لو شو ما عملتي انا هلا رايحه اقول له لابني. لا اوعك يا سناء، صدقيني انا بحكي له لطارق. مستحيل، انا ما رح صدقك يا خانم. انا اليوم رح اعزمه على العشاء وبدي احكي له كل شيء، واذا ما صدقني رح اورجيه هاي الصوره. على شو عم تتخانقوا؟ ما دخلك انت حنان، روحي من هون. شو صاير خالتي؟ شو بدها منك خالة سناء؟ أكيد تفاجأت. ما توقعت إني رح أوصل لك. شو بدك؟ زيدان تعبان كتير، خود الأدوية وامشي معي. ما بدي. شو قلت؟ شوفي خالتي سناء، في عندي شغلة ضرورية بدي أقول لك إياها. فيك تيجي لعندي اليوم المساء؟ في عندي مريض بجبل جوزلجي بدي روح لعنده، وما بعرف إمتى رح أرجع. يمكن بكرة. إيه مو مشكلة، لكان بستناك لحتى ترجع. طيب. برافو عليك، هلا عجبتني يا دكتور. يلا خود الأدوية وامشي معي بسرعة. يلا. قالت لي اليوم المساء رح تعزمه وتحكي معه، بس أنا ما بدي طارق يعرف. لازم امنعها بأي طريقة، بس يا ترى كيف؟ سمعت إنه في مشاكل بينك وبين الست سناء، مزبوط يا خانم؟ ومين قال لك هالحكي؟ ضيعتنا ما في شي بيتخبى. حنان بنت المختار هي اللي قالت لي. بصراحة أنا التقيت فيها اليوم بالطريق وسألتني إذا كنت بدي روح من الضيعة ولا لا. هالبنت حشرية كتير ومو معقولة. هاي حنان قوية كتير، وإذا حطت ببالها والله بتوقع كل أهل الضيعة ببعضهم. لا تواخذيني. يعطيكي العافية يا حنان. الله يعافيكي. عم بتمشى، قلت لحالي لزور بنت المختار واطمن عليها. يا ميت أهلين وسهلين. تفضلي خالتي، تفضلي نقعد جوا. لا بنتي معلش، نقعد هون أحسن. طيب ساوي لك كاسة شاي؟ لا ما في داعي. تعي، أنا إجيت لحتى أشوفك. تعي نحكي شوي أنا وياكي. يعني في شي بدك تقولي لي إياه؟ شو؟ في سر بدي أقلك عنه. بير ماله قرار. انتي سألتيني شو في بيني وبين الست سناء، مو هيك؟ ايه. هالمخلوقة علقتني وما بدها تحل عني. طيب شو بدها مني؟ قالت لي إنه في إلها ولد عايش بالمدينة، وقال شو بدها ياني لاقي لها إياه. وأنا منين بدي لاقي لها إياه؟ واسطنبول كبيرة كتير يا بنتي، مو مثل ضيعتكن صغيرة، وما في غير بيت اللي لاقي لي إياه اسمه حسان. بس شلون هيك خالتي؟ ابنها للست سناء ميت من زمان. لا مو ميت، قالت لي إنه هي هربته من الضيعة، وقالت قدام الكل إنه مات. ايه هيك لكان. فوت. ليش ما بعثت لي الأدوية يا دكتور؟
لأنه زلمتكم قتلوا الشرطة. حضرتك دليتهم على مكاننا. نحن بنعرف كل شيء. اسمع دكتور، ما فيك تهرب، واسمعني منيح شو رح اقول لك. بدي اياك تعالجني. قال الأنسة فتحت المدرسة. شو هي بالظاهر ما لها ناوية تعال يعني؟ أيمن، بديع، يلا روحوا احرقوا المدرسة وخلصوني من هالآنسة، يلا بسرعة. أمرك زيدان. استنوا دكتور، اقعدوا لا تتدخل. يلا شوف شغلك، يلا عالجني بسرعة. قل لهم يرجعوا. عم قل لك شوف شغلك، يلا. لا تعذب حالك، انت ما رح تقدر تنقذها هالمرة. برافو عليك. أيوة، أنت كاتب هي غلط. شوف شلون. أنسة زينب، الله يخليكي، هربي، جايين هلا. شو في عبدو؟ الإرهابيين طلعوا لنا فجأة وجايين لهون هلا، يلا هربوا بسرعة، يلا يا أنسة يلا. يلا يا أولاد طلعوا من السطح بسرعة، يلا اتركوا كل شيء، يلا طلعوا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا يلا يا حبيباتي، يلا 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 بسرعة، عجلوا على السريع، بسرعة بسرعة، عجلوا، يلا روحوا، شيلوا يلا. بالكم على حالكم، عجلوا يلا يلا. بسرعة بسرعة، اركضوا، يلا تعال معي بسرعة، يلا أنسة زينب اسمعيني شوي، أنت لازم تهربي لأنهم عم يدوروا عليكي وبدهم يموتوكي، هربي بسرعة. دوروا على أنسة، بعدوا لا. بعدوني. توزعوا أيمن، يلا توزعوا يا شباب، توزعوا. كل واحد على بيته، يلا يلا يا أولاد، بسرعة بسرعة، كل واحد على بيته، يلا. زينب تعالي عندي. بابا يا ربي، تعالي يا ربي، فوتي فوتي بسرعة، فوتي. قديش بدي لطيف دكتور؟ ليه ساكت؟ ما تحكي؟ ما رح أحكي لحتى يطلع من هون. ليش؟ ما بدك أقول لك شو معك؟ شمو؟ إذا بتعمل أي حركة غلط بقتلك دكتور. ها وضعك سيء كتير، مشان هيك ما بدي أحكي قدام رجالك. لا تلف وتدور علي، احكي شو معي وخلصني. اللي بدي أقول لك يا زيدان، الرصاصة مأثرة على الرئة والجرح ملتهب كتير ورح ياخد وقت كتير لحتى يطيب، وفي أدوية خاصة لحالتك إذا ما أخذتها ما رح تتحسن أبدا. علاجك رح ياخد وقت طويل، وأنا ما بدي أحكي قدام رجالك لأنه مو مصلحتك ينتشر الخبر، لأنه إذا عرفوا معلمينك ما رح ينبسطوا. أكيد ما رح يبعتوك على المدينة لأنه الوضع صعب كتير على الحدود، يعني ما رح يضحوا بحالهم مشان يعالجوك. وحتى رفقاتك اللي بتوثق فيهم كتير ما بيقدروا ياخدوك بالطيارة على المدينة، وانت بتعرف انه المنظمة ما رح تخلي واحد معلول بين رجالها، مشان هيك رح يقتلوك. لكن بدك تعالجني بأي طريقة. هذا الشيء بده وقت وأنا فيني ساعدك، بس في عندي شروط. بدي تترك الضيعة بحالها وما تقربوا على المدرسة وما حدا بيأذي الأنسة زينب. شلون تطلب مني هيك طلب؟ جنيت؟ يلا امشي. انتبه على مهلك. تعي يلا استني. يلا لا تخافي. شو بدي؟ يلا زينب قوي قلبك، قوي قلبك شوي، لا تخافي. يلا بسرعة خلينا نمشي. يلا وقف ولا حركة. بابا عندك امشي معي. زينب امشي مكانك. تعي زينب، تعي زينب. اتركوها. لك ما قلنا لك ما تفتح المدرسة؟ اتركوها بعد عنا ولا
بعد عنا. استنى بديع، شوفي احكي يلا شو بدك. خذوها على المدرسة، خلينا نقتلها هنيك قدام المدرسة، ساعتها بتكون عبرة للكل. مزبوط كلامك. يلا قومي يلا. اوعى تضربها، اوعى تضربها. قومي يلا. امشي. لا تقتلها، لا تقتلها، لا تقتلها. هيك لكان ورفعتي العلم، عم تحطي راسك من راس تمام؟ اتركها، اتركها ولا؟ خلصنا يا ابني، اتركها يا عديم الضمير، اتركها. خلاص بقى يا حميد، هلا بيقتلوك. لا تخافي يا بنتي، لا تخافي، نحن كلنا معك. هذا الشيء اللي عم تعملوه ما حدا بيقبل فيه ابدا، هذا مو عدل. انتم ما فيكم تحاسبوا الناس بهالطريقه. شيخي طول بالك، ما بصير هيك، روق شوي. بعد عنا، بعد عنا. بكفي. هاي المدرسة ما رح تنفتح بالضيعة. زينب والآن لازم تموت، وراح اقتلها قدامكم لتصير عبرة للكل.